اهلا بيكم في سلسله تريكاتي اللي مسهله حياتي. والنهارده جايبه لكم تريكات عظيمه. كلنا بنستخدم اللابتوب وفي امكانيات احنا ما نعرفش عنها حاجه. النهارده بقى انا جايبه لك 5 تريكات هيفرقوا معاك. يلا بينا نشوفهم. طيب، اول تريكه النهارده هنتكلم فيها وعلى بساطه الموضوع على انه مهم جدا وبيسهل في الشغل جدا. طبعا انا حاطه لكم هنا الكيبورد بتاعت اللابتوب او البي سي، فلو حابين تعرفوا تيجي منين اكتبوا لي في الكومنتس ازاي اقدر ان انا اجيب الكيبورد دي. تمام؟ طيب بصوا بقى، اول حاجه زرار بتاع الويندوز ده كلنا تقريبا معتقدين انه اخره انه يفتح لي الستارت منيو وانه ملوش اي لازمه تانية. لا 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 لا، تعالى اسمح لي النهارده ان انا اصلح لكم المعلومه دي ونشوف بقى الزرار السحري ده بيعمل ايه. يلا، نمبر 1 هدوس على ويندوز وادوس على بوينت. شايفين ايه اللي حصل؟ خدتوا بالكم ايه اللي حصل؟ اتفتحت لي ايموجي ليست اقدر استخدمها في اي مكان حتى لو ما كانش عنده ايموجي. ما بيسمحش بوجود ايموجي. يعني مثلا انا بكتب هنا مثلا هلو، اوكي، وانا محتاجه احط ايموجي هنا. طبعا هنا مفيش، احنا عارفين الجزء بتاع الجوجل ده باي ذا واي ده جوجل سايت ما فيهوش. لو دوست على ويندوز ودوست على الدوت اجي اقدر احط القلوب اللي انا عاوزاها. شايفين؟ مع ان هنا مفيش المفروض. وعلى كده في اي ابلكيشن بتقدر تظهريها او تظهرها على اي ابلكيشن تستخدمها. طبعا دي كانت حاجة عظيمة جدا بالنسبة لي وبستخدمها في حاجات كتيرة جدا وفي كومنتس وفي مسجات وفي ايميلات وبستخدمها في كل حتة. فدي اول تريكة. وهدوس على كمان شفت، اوكي، وعلى الاس. شايفين ايه اللي حصل؟ اقدر بالتول دي استخدمها علشان اعمل سكرين شوت، سواء اعملها بشكل ريكتانجل او بفري مود او ان انا اعملها ويندو مود، يعني اخد الويندو كلها اللي انا فاتحاها، او الفول سكرين مود يعني اخد شوت من السكرين كلها. طب خليني اخد بارت كده. انا كده خلاص خدت السكرين شوت بتاعتي واقدر اروح في اي دوكيمنت في الدنيا وكل الحكايه ان انا اعمل بيست. شايفين اتحطت ازاي؟ انا اخدت سكرين شوت من جوجل، من اسم جوجل، وجيت حطيتها في اي برنامج. هنا ده في باوربوينت، في وورد، بقى في اي حته انت عاوز تحط فيها السكرين شوت اللي معاك. فطبعا ده اختصار رائع. تمام؟ طيب يلا بينا التركه الثالثه. هستخدم نفس الويندوز، اوكي، وهدوس على ايه المره دي؟ على ويندوز بلس دي مع الدي. شايفين ايه اللي حصل؟ خدتوا بالكم ايه اللي حصل؟ كل حاجه نزلت تحت اتعمل لها مينيمايز. لو فاتح 500 حاجه جاست انك تدوس ويندوز ودي كله هينزل يتعمل له مينيمايز تحت. طب عايز ارجعهم تاني يبقى ويندوز دي، كل حاجه رجعت مكانها تاني. ودي التركه الثالثه. طب التركه رقم 4 برضو تاني هدوس على الويندوز والمره دي مع بلس. شايفين ايه اللي حصل؟ شايفين البوينتس اللي عندي او الباتنز اللي عندي طلعت دي اقدر بيها اكبر السكرين او اصغرها. وبصراحه انا دورت ورا التريكه دي علشان وانا بدي المحاضرات بتاعتي الندوات بتاعتي على النت كان في ناس بتقول لي الشاشه صغيره وانا مش عارفه ان انا اشوفها بتكبر، يعني مش عارفه اشوف الحاجه اللي انت بتجيبيها منين. فالتريكه دي من ساعه ما عرفتها فادتني جدا. فانا مجرد ما ادوس على البلس شايفين هي زادت، وكل ما بتحرك في حته الدنيا واضحه جدا. طب عايزه اصغر تاني يبقى تاني هتبقى ويندوز وماينس اللي جنبها، او من نفس الباتن ده اصغر. اوكي، يعني هنا اكبر كده وهنا ارجع اصغر تاني. طبعا رائعه، هتعجبكم جدا. وجاء معايا التريك الاخيره معايا النهارده وهي الاجمد فيهم من وجهه نظري، يعني هو ان انا ممكن ادوس على ويندوز ومعاها الاتش هيطلع لي المايك الصغير hello how are you باي. وزي ما شفنا كده بقدر ان انا اتكلم والكلام اللي هقوله يتكتب جوه اي دوكيمنت موجود عندي. طبعا دي حاجه بتساعد جدا الواحد ياخد نوت بسرعه، يكتب تو دو ليست مثلا، ان انا ممكن اكتب دوكيمنت كامل بيه. طبعا لو انا هقعد معايا دوكيمنت طويل او ورق كتير عايزه اكتبه ممكن اقعد اكتبه او اقراه وهو يكتبه.
طبعا كلها موجوده عندنا على اجهزتنا، واحنا ما عندناش علم بيها وبندور على برامج وعلى حاجات تساعدنا، وهي موجوده اوريدي في الويندوز مثلا او على اللابتوب بتاعنا. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالتريكس دي، واشوفكم على خير قريب جدا ان شاء الله في الفيديو الجديد. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم على خير. باي.